بعد صراع الهلال والنصر، خوان لابورتا يحدد سعر بيع نجم برشلونة في انتقالات صيف 2024. نجم الهلال يفتح النار على كريستيانو رونالدو. إعلامي يصف بن نافل بأفضل رئيس في تاريخ الهلال. مدرب الاتفاق يعلق على الهزيمة أمام الهلال. وإذا كنت من الهلال السعودي لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس ليصلكم أخبار الزعيم فور نزولها. وهيا بنا نبدأ الفيديو بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اكتبوا لنا في التعليقات عن أداء الهلال اليوم أمام الاتفاق. بعد صراع الهلال والنصر، خوان لابورتا يحدد سعر بيع نجم برشلونة في انتقالات صيف 2024. حدد مسؤولو نادي برشلونة الإسباني سعر بيع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وكانت هنالك بعض التقارير التي أشارت إلى أن ناديي الهلال والنصر السعوديين يرغبان في التعاقد مع البرازيلي رافينيا دياز جناح فريق برشلونة الإسباني وخلال الفترة المقبلة. بحسب الصحف التركي الشهير أكرم كونور عبر حسابه على السوشيال ميديا أكس، فإن الهلال والنصر في الدوري السعودي للمحترفين يتحرك لمحاولة ضم البرازيلي رافينيا دياز نجم الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. وتابع مسؤولي برشلونة سيستمعون إلى العروض التي تزيد عن 70 مليون يورو للاعب البرازيلي من أجل الاستغناء عن خدماته للفترة المقبلة. نجم الهلال يفتح النار على كريستيانو رونالدو. فتح فيصل أبو اثنين نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السابق النار على البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف النصر في أعقاب الأحداث التي شهدها ديربي الرياض بين العالم وجاره اللدود الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين 2023-24. قاد كريستيانو فريق النصر لخطف فوز درامي صعب من أنياب مضيفه اللدود الشباب بثلاثية مقابل هدفين في القمة التي جرت بينهما مساء الأحد على ملعب الأمير خالد بن سلطان لحساب الجولة 21 من دوري روشن للمحترفين. الديربي شهد سجالا بين أسطورة كرة القدم البرتغالي وجماهير الشباب طوال زمن المواجهة، حيث استقبل عشاق الليوث الدون وبهتافات بذلك معتادة لمنافسه اللدود ميسي في محاولة لاستفزاز صاروخ ماديرا، ورد عليها أول مرة بالتوقيع على هدف الأسبقية من علامة الجزاء عند الدقيقة 21. الإثارة فوق الميدان والممتد أثرها على مدرجات ملعب الشباب بلغت ذروتها مع توقيع أندرسون تاليسكا على هدف الفوز القاتل قبل صافرة النهاية ب4 دقائق. يتوج رونالدو صوب مدرج الليوث وليطلق العنان الاحتفالية غير أخلاقية أثارت حالة من الجدل في الشارع الرياضي السعودي. وأكد نجم الهلال السابق ردا على التصرف الدون المفاجئ: نختلف في بعض الأشياء ولكن نتفق على الأخلاق والقيم والمبادئ السامية، فالتصرفات الدخيلة على مجتمعنا ومنافستنا الرياضية يجب التحدي لها بقوة والتصدي ومنع تفشي انتشارها والأخذ على أيدي مؤيدها. وأكمل عبر حسابه الشخصي على السوشيال ميديا أكس صباح الاثنين: كريستيانو رونالدو تجاوز حدود الأدب وتصرف تصرفات قليلة الأدب في مباراة الشباب، وعلينا أن ننتصر للأخلاق قبل أن ننتصر للألوان. إعلامي يصف بن نافل بأفضل رئيس في تاريخ الهلال. أشاد الإعلامي أحمد الشمراني برئيس شركة نادي الهلال فهد بن نافل قائلا إنه رجل جاي يطل وغلب الكل. وأوضح خلال تصريحات لفضائية الأساسي أن فهد بن نافل لم يكن اسما معروفا في الوسط الرياضي قبل تولي رئاسة نادي الهلال، لأنه قاد الفريق للبطولات وأصبح الرئيس الذهبي للهلال وأفضل رئيس في تاريخ النادي. وأضاف فهد بن نافل جلب بطولة آسيا مرتين للهلال بعد أن كانت مستعصية عليهم لسنوات، غير بطولات الدوري والكاس وفضية كاس العالم للأندية وأخيرها بطولة كاس موسم الرياض، بالإضافة إلى أنه أسس مدرسة معينة بالتخصصات، كأنه منح فهد المفرج وفريقه صلاحيات للعمل مع فريق الكرة فضلا عن شخصيته الوقورة في مختلف المناسبات. مدرب الاتفاق يعلق على الهزيمة أمام الهلال. علق جيرارد مدرب الاتفاق على هزيمة فريقه أمام الهلال في قمة الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي اليوم الاثنين. وقال جيرارد في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: كنا نستحق الفوز في مباراة اليوم. وأضاف أيضا: فقدنا بذلك التحكم بالجانبين الهجومي والدفاعي. وتابع مدرب الاتفاق قائلا: استقبلنا أهداف عن طريق الأخطاء التي وقعنا بها ونحتاج عمل أكثر حتى يتطور فريقنا في الفترة المقبلة. وواصل لويس كاسترو مدرب الهلال: صديق لي وأتمنى التوفيق لجميع المدربين البرتغاليين. وأكمل: كنا أفضل اليوم من ناحية الأداء عكس فريق الهلال، لكن النتيجة لم تكن في صالحنا.
صحيح انتصر اليوم خيسوس، لكن باللقاءات السابقة كان التفوق لي. نجم الهلال يتلقى خبر إيجابي. تواجد رينان لودي الظهير الأيسر للهلال في قائمة المنتخب البرازيلي التي تستعد لخوض فترة التوقف الدولي الخاصة بشهر مارس القادم ضد إسبانيا وإنجلترا. لودي ظهر بمستوى جيد مع الهلال منذ الانتقال يناير الماضي، وكان أخيرا ضد الرائد في دوري روشن، أخيرها انتهت بفوز الزعيم ب3 أهداف مقابل هدف، وهذا ما دفع مدرب منتخب البرازيل الجديد روبي ذلك جونيور دوريفال في ضمه للمنتخب المقبل. تقارير دي بروين في الهلال السعودي من الموسم القادم. استقطاب نادي الهلال لكيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي في الانتقالات الصيفية القادمة. يبدو أن الهلال ليس وحده في السعي وراء التعاقد مع اللاعب البلجيكي، إذ تشير المصادر إلى أن أندية صندوق الاستثمارات السعودية كالنصر والاتحاد والأهلي تبدي اهتماما مماثلا هذه الأندية التي تمتلك القدرة المالية الكبيرة وتسعى جاهدة لتعزيز صفوفها بأفضل اللاعبين في العالم. الجدير بذكر أن دي بروين الذي رفض في السابق جميع العروض المقدمة إليه الصيف الماضي قد يجد نفسه أمام مفترق طرق جديد، والتغيير في موقف اللاعب قد يأتي نتيجة للعديد من العوامل، بما في ذلك العرض الضخم الذي يستعد الهلال لتقديمه، والذي قد يمثل فرصة لا تعوض لتجربة جديدة في مسيرته الكروية. انضمام لاعب بحجم كيفن دي بروين إلى الدوري السعودي لن يكون مجرد صفقة عادية، بل سيكون له تأثير عميق على مستوى اللعبة في المنطقة، فمثل هذه الصفقات تعزز من جاذبية الدوري وترفع من مستوى المنافسة، وتجلب معها اهتماما عالميا غير مسبوق بعالم كرة القدم في الشرق الأوسط. مصادر مقربة من النادي يكشف عن استعداد اللاعب بذلك السيتي لتلقي عرض ضخم من الهلال لضم دي بروين، اللاعب الذي أبدع في الملاعب الإنجليزية وأثبت جدارته كأحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم. أصبح هدفا مغريا للأندية الطامحة إلى تعزيز صفوفها بنجوم عالميين. الهلال هو من أبرز الأندية في الشرق الأوسط، يسعى للاستفادة من خبرات دي بروين لتحقيق أهدافه المحلية والقارية. لو إصابة مزمنة لتمبكتي، مخاوف في الهلال وأدلة تثير القلق. أعلن نادي الهلال عن تعرض حسان تمبكتي مدافع الفريق للإصابة مرة أخرى في مفصل القدم، الأمر الذي استدعى تواجده في عيادة النادي منذ السبت. وكشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشوراني عبر حسابه على منصة أكس للتواصل الاجتماعي عن تاريخ إصابات حسان تمبكتي، الأمر الذي أثار القلق بين جماهير الهلال. وكشف الشوراني عن تاريخ إصابة اللاعب، حيث أكد على أن أغلب إصاباته في مفصل القدم والساق، حيث تعرض لإصابة في المفصل مرتين، الأولى مع الشباب والثانية مع الهلال خلال الموسم الحالي. وأضاف ثامر الشوراني أن حسان تمبكتي تعرض للإصابة في عضلة الساق مرتين أيضا خلال الموسم الحالي، الأولى مع المنتخب السعودي والثانية مع الهلال، بالإضافة إلى إصابة أخرى بالقدم مع المنتخب.